السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جوله جديده وفيديو جديد من وكاله البلح. النهارده يوم الجمعه والنهارده الساعه 8 بالظبط بصور لكم في الوكاله. الاستندات دي كانوا فارشينها تحت الكوبري يا بنات. اول ما تخرجي من محطه مترو جمال عبد الناصر ناحيه الاسعاف هتلاقوا الحاجات دي ب45 جنيه. في نص الحاجات دي هتطلعي بحاجات جميله، بلوفرات بيزك، وهتلاقي كمان بليزرات كده في النص قصيره ممكن تلبسيها على جيب او بنطلون واسع او بنطلون جينسي كده من الوايد ليج. ده هيبقى كده قمه في الشياكه والاناقه. النهارده مصوره لكم جوله كبيره جدا، يعني من اول المترو لغايه شارع زكي السماك. لففت لكم في الوكاله، جبت لكم الناس اللي عندها اسعار رخيصه وكمان حاجات حلوه. جبت لكم كمان عبايات بيتي وهقول لكم انا لقيتها لكم فين، وهنزل لكم الفيديو ده كده مخصوص لوحده عشان يا بنات تعرفوا وتتفرجوا. كمان جبت لكم محل عامل ديسكاونت في الوكاله باسعار جميله جدا. كان عنده البلوفرات ب 100 جنيه شكلها خطير، وبلاطي اي حاجه كانت في المحل ب 100 جنيه. هنزل لكم ده كمان بعد الفيديو ده على طول كده منفصل عشان تعرفوا تتفرجوا عليه. هنا يا بنات كان الساعه 8 زي ما قلت لكم كده في الوكاله يوم الجمعه. يعني عايزه اقول لكم ان الوكاله كانت رايقه جدا زي ما انتم شايفين. الدنيا هاديه خالص. الحد اللي عايز ينزل في الروقان ينزل زي ما قلت لكم كده يوم الجمعه بدري قبل الصلاه، يعني الساعه 8 روحي هتلاقيهم فرشين والاستندات موجوده زي ما انت شايفه كده ب45 جنيه. لقط بقى يا بنات، والناس كتيره جدا كانوا واقفين بيشتروا البلوفرات والبليزرات دي وكده. طبعا بصي على الحاجه طبعا مره واثنين وثلاثه، لان الحاجات بتاعت 35 و45 ما اقدرش اديكي ضمان ان انت ما تلاقيش فيه حاجه. لا طبعا ممكن تلاقي فيه حاجات لقط، ممكن تلاقي حاجات بالتيكت، وحاجات تانية ممكن تلاقي فيها ديفو. فبصوا على الحاجه برضو مره واثنين وثلاثه. الوكاله بس عيبها ان هي بتبقى عايزه لف من اولها لاخرها، يعني عايزه ايدين تدوري ورجلين بقى وصحه. بصراحه انا برجع اليوم اللي بصور لكم فيه ده ببقى تعبانه جدا، ببقى عامله مجهود شديد قوي عليا. ادعوا لي كده ان ربنا يقويني واكمل جولاتي، وكمان اطور من القناه واجيب لكم الحاجات اللي انتوا عايزينها. جبت لكم العبايات البيتي دي وهنزلها لكم ان شاء الله في فيديو منفصل زي ما قلت لكم. بصوا الكارديات دي برضو كانت شكلها حلو جدا. كاردي كده اسود شكله حلو لو اتلبس على بنطلون اسود ومن تحت كده بيزك ابيض او اسود هيبقى قمة في الشياكة. بصوا هنا 45 جنيه برضو كان 5-6 استندات جنب بعض مليانة بلوفرات ب45 جنيه. بس زي ما انتم شايفين كده في بلوفرات اللي هي تلبس ميديم، يعني في بلوفرات ضيقة وفي بلوفرات واسعة جدا اوفر سايز. فده موجود وده موجود، بس اهم حاجه زي ما قلت لك تدوري كده وبالراحه هتلاقوا الحاجات دي يا بنات. بصوا حاجه زي كده من LC وواسع وطويل وشكله حلو جدا وبجد، يعني كانت خامته خطيره عجبتني قوي قوي. وحتى اللون بتاعه كده لون فريحي مش من الالوان اللي هي الغامقه الكئيبه اللي في الشتاء. بصوا كمان البلوفر ده برضو كان اوفر سايز كده وواسع وكبير ودي كمان كان موجود كده. بصوا انا بوديكم فكره كده عن عن البروفرات اللي موجوده يا بنات، وعن الاشكال والالوان والحاجه. هنا بقى كنت بصور لكم البناطيل الجينسي دي. وبصوا جيبها كده من اولها لاخرها عشان تتفرجوا عليها ب35 جنيه اي حاجه من هنا. بصوا بقى يا سلام على الشياكه والاناقه. بصوا حاجات كده ممكن تتلبس بقى في البيت يعني، واديتكم فكره كده عنها. وهنا كمان البناطيل البيتي دي كانت موجوده ب35 جنيه. وهنا كمان يا بنات الجواكت دي والبروفرات دي برضو موجوده جميع الاعمار. هوريكم كام حاجه كده منها النهارده ماشيه على الستاندات، بوريكم تكت الاسعار وبوريكم الستايلات اللي موجوده يوم الجمعه والحاجه اللي موجوده. يا رب بنات لو الجولة عجباكم لغاية هنا اعملوا لي لايك كده واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش يا بنات ان اللايك بتاعكم ده هو اللي بيفيدني وبيخلي عدد كبير من البنات يشوف الفيديو ويستفادوا. بصوا هنا كمان كان السويتشيرتات دي كانت موجودة برضو تحت الكوبري على طول، وبرضو كانت ب35 جنيه. حبيت برضو اديكم فكرة عنها.
عجبني برضو في الستاند ده كام حاجه كده عجبتني قوي، هوريها لكم. بصوا التايجر ده عجبني خالص برضو ب35. وكمان عجبني الشميز البيج ده ب35 جنيه يا بنات، كانت قطعه حلوه جدا وخامتها كانت حلوه خالص، ولكرة كده. بصوا حاجه زي كده برضو جميله جدا وب35 جنيه. الحاجات دي على فكره يعني في منه الصيفي وفي منه كمان الشتوي. بصوا هنا برضو كانت حاجات كده موجودة، هنا برضو ب15 جنيه ولا ب25. هوريكم تيكت ال35 برضو حاجات تحت الكوبري. الاستندات دي برضو موجودة، وزي ما قلت لكم كده البلوفرات دي لو روحتي في اي وقت هتلاقيها. لو انت عايزة بلوفرات البيزك دي هتلاقيها، في منه الهايكول وفي منه الخامة اللي هي الصوف الخفيفة خالص. بصوا حاجة زي كده، كل البروفات دي على فكرة موجودة، كل ده تحت الكوبري. يعني انتوا لو نزلتوا اي يوم بدري هتلاقوا الحاجات دي، ويوم الحد كمان بيبقى الاسعار رخيصة. يعني النهاردة يوم الجمعة وكانت الحاجات دي موجودة ب35، فتخيلي انت اي يوم تاني هتلاقيها بكام. بصوا كمان التايجر دي عجبتني جدا، كان شكلها حلو، وكمان الصوف بتاعها صوف ناعم كده ويجي شكلها جديدة خالص. كانت قطعة بجد ممتازة ممتازة. ما تنسوش يا بنات تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش يا بنات ان اللايك بتاعكم ده اللي بيفيدني ويخلي عدد كبير من البنات يشوف الفيديو ويستفادوا. بصوا كمان قطعه زي دي كده كانت برضو جميله، وزي ما قلت لكم كده البلوفرات البيزك دي رخيصه جدا في الوكاله ب35 جنيه هتلاقوها. يعني لغايه دلوقتي انا بوريلكم اهو الحاجات ب35 وب45، وهوريكم الحاجات التانية اللي انا مصورها لكم برضو. بصوا برضو حاجة زي كده تلبس بقى على بنطلون جينز كده هيبقى خطير، حاجة كده اوف شولدر. ومن هنا كده بصوا دي الكاردي الاسود ده برضو حلو من ماكس كده، هو كان خفيف، ممكن تجيبيه بقى للصيف تلبسيه تحتيه بادي او حاجة هيبقى شكله حلو. هنا برضو ب35. النهاردة انا كنت عامله لكم جولة في ال35 وال45 من كتر البلوفرات اللي كانت موجودة اللي شكلها حلو جدا. ده من تحت الكوبري يا بنات ب35 و45، تخيلوا يعني الحاجات الحلوة دي. بصوا ده كمان كان خطير جدا، كان صوف وشكله حلو ب35 جنيه. والبلوفرات زي ما قلت لكم كده يا بنات اشكال والوان. يعني انت لو نزلت بدري هتاخدي جولة في الوكالة من اولها لاخرها هتطلعي بحاجات لقط يعني. بصوا بقى دي عجبتني برضو جدا، كانت بلوفر كده شكله حلو. بصوا زي ما انا كده بدور في الاخر كمان يا بنات، لان الناس بتدور في الاول وبتاخد الحاجات الحلوه في الحاجات يعني التحفه بقى اللي بتبقى جميله جدا بتبقى في الاخر دي محدش بيشوفها. البروفر ده كمان عجبني قوي، كحلي كده وتحتيه ممكن يتلبس بقى قميص ابيض وشرب كده تايجر هيبقى شكله حلو قوي. الحاجات دي ب35 جنيه. هنا برضو كان في كاردهات وكان في اللي هو البلوفرات المهير، بس بصراحة عجبني حاجات منها وحاجات تانية لا، يعني ده عجبني قوي منها. الحاجات اللي جاية بعد كده ما كانتش حلوة قوي، فما صورتش بقية الستاند يا بنات. حسيت كده ان هو لا، حسيت ان هو مبهدل كده فما كملتش بقى. يعني بصوا حاجة زي كده برضو كان طويل، بس حسيت ان هو هلكان شوية، فلا يعني تحسي ان الحاجات دي خساره فيها ان هي تدفع فيها 35 جنيه. كملت بقى يا بنات مشواري ومشيت في شارع 26 يوليو نفس صفحه شركه الكهرباء عشان اروح عند فسخاني 26 يوليو. لقيت بقى الجلاليب دي ب 85 جنيه. دايما المحل ده بينزل جلاليب لا انا عايزه اطلع خطيره، عبايات شكلها حلو جدا وحاجات فعلا شكلها جميل. الستاند زي ما انتم شايفين كده كان مليان بضاعه وما كنتش عارفه اطلع لكم الحاجه، فقعدت ابص كده على الحاجه وحاولت ان انا اطلعه، فطلعت بقى بالبتاع الحلو ده سويت شيرت كده من شي ان شكله حلو خالص، كان طويل كده وواسع ويلبس مقاس كبير. ولقيت كمان الجلاليب القطيفه دي. وبصوا بقى هطلع لكم كام حاجه كده شكلها قمر قمر قمر. بصوا يا بنات الجلاليب دي كانت مقاساتها كبيره، بصوا حاجه زي كده كمان وشكلها على فكرة رايق جدا وخامتها حلوة ب85 جنيه اي عباية من هنا. انا زي ما قلت لكم كده يا بنات انا في شارع 26 يوليو جنب محل فسخاني 26 يوليو على طول. ده المحل اللي جنبه على طول هتلاقوه كده حاطط عبايات ب85 جنيه، عبايات بيتي شكلها حلو جدا.
ومقاسات بقى يا بنات، في المقاسات الواسعة، يعني لقيت حاجات مكتوب عليها 4x كمان، وهتلاقي حاجات مكتوب عليها 3x، وهتلاقي حاجات ميديوم وسمول ولارج، يعني هتلاقي كل المقاسات. اي مقاس انت بتدور عليه هتلاقيه في الستاند ده. زي ما انتم شايفين كده الستاندات كانت مليانة على اخرها، فانت مستحيل ما تلاقيش مقاسك. وبصراحة كانت الموديلات حلوة، في منها الشبابية وفي منها اللي بتلبس الموديلات اللي هي الحلوه، يعني اللي هي الموديلات القديمه اللي احنا متعودين عليها، وفي موديلات اللي هي الجديده اللي احنا بندور عليها دايما. بصوا حاجه زي كده كمان، وقعدت ادور لكم على المقاسات الكبيره زي ما انتوا كده طلبتم مني، وصورت لكم الحاجات الحلوه دي يا بنات. وهتلاقوا في النص كمان دريسات. بصراحه المقطع ده كان بصراحه يعني كان صعب قوي، كان الاستندات عالية، وكنت بصور وبجيب القطع من اولها لاخرها، فتعبت خالص. هنا بقى لقيت شارع زكي السماك، وانا صورت لكم كده اليافطه، كنتوا تقولوا لي دايما صور لنا علامات مميزه للمكان. ولقيت لكم الجواكت دي، كان اي جاكيت من هنا ب150 جنيه. بصوا بقى يا بنات الجواكت الحلوه دي خطيره خطيره خطيره، عجبتني قوي قوي قوي، وكانت خامتها حلوه جدا وحاجه كده واو يعني. بصوا البلاطي دي كمان طويله كمان وفي منها كمان مقاسات. بصوا حاجه زي كده، ودايما زي ما قلت لكم انا بحب الالوان الفاتحه في الشتاء. بصوا حاجه زي كده من اونلي. يا سلام على الشياكه والاناقه. يا رب تكون الجوله النهارده يا بنات عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.